السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال ان شاء الله. النهاردة يا حبايبي معايا فيديو جديد، بس قبل ما ابدأ اي حاجة لازم نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. احنا متعودين يا حبايبي مع بعض قبل ما بنبدأ اي حاجة دايما نصلي على النبي. وما بتصلي على النبي يا حبايبي بصي بتلاقي كل حاجة في ايدك سهلة. وهنخبز مع بعض. قوموا كده يلا وما تكسلوش، لو ما عندكوش عيش قوموا يلا بص اتفرجي على الفيديو ويلا نعمل مع بعض. انا بحب اشارككم يا حبايبي معايا في كل حاجة. ادينا اهوت يا حبايبي شايفين العيش ما شاء الله لا قوة الا بالله زي العسل. قومي بس كده وما تكسليش ويلا اعملي زي ما انا عملت اهوت يا حبايبي. بس والله كنت مصوره لكم العجين، بس ابن الله يهديه مسحه. مصوره لكم بقى من اول التقريص، هتشوف التقريص عامل ازاي. شايفين العيش؟ والله يا حبايبي العيش اللي قدامكم ده بلدي صافي، ما هو مش عليه زيرو. وما شاء الله حماتي ربنا يبارك لها يا رب، دايما بتساعدني في كل حاجه. ربنا يخليها لي يا رب ويطول في عمرها. شايفين يا حبايبي العيش وجمال العيش؟ ما شاء الله شكله يبهر اهو. شايفين العيش عامل ازاي معاكم؟ هوريكم التقريص اهوت. انا ما بحبش يا حبايبي اصغر العيش في التقريص. لما بتصغري العيش في التقريص بصي ما بيبقاش كبير كده وحلو. انا بحب العيش الكبير. شايفين الرحه دي؟ بصي كل حاجه سهله وبسيطه يا حبايبي. قوموا بس كده لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش اللايك والاشتراك علشان يوصلكوا كل الفيديوهات الجديده. اهو شايفين العيش ازاي بيتشال من على الطبليه، علشان البنات اللي لسه بتتعلم يقوموا يشغلوا الفيديو كده ويتفرجوا عليه ويقوموا يتعلموا يلا. والله يا حبايبي انا بحب اشارككم معايا في اي حاجه لان انتوا اخواتي التانيين. ربنا يديمكم نعمه في حياتي يا حبايبي. اهو شايفين بريح معاكم العيش ازاي وبوريلكوا برضو وانا بحدفه. ما شاء الله العيش طالع زي العسل. حبايبي ان انتوا كلكم شطار وبتعملوا احسن مني، بس لازما كده بشارككم في اي حاجه ونتفرج مع بعض. دلوقتي يا حبايبي هشيل العيش احطه على المطرحه وبريحه ونفض منه الرد، عشان لو دخلتيه وحدفتيه بالرده اللي فيه هيتحرق معاك في الفرن. واهم حاجه يا حبايبي النظافه، وانتوا بتعملوا كده لازما يكون العيش يعني ما شاء الله يكون مكان ما انت بتفرشي كده يكون نظيف. ادي دلوقتي يا حبايبي ديت الاوضه اللي انا بصورها معاكم دي بتاعه الفرن. بصي دايما نضيفه على طول، والسراير ديت نضيفه محدش بينام عليها يعني. دي دلوقتي شايفين حدفه الرغيف معاكم يا حبايبي؟ تعالوا شوفوني انا بحدف الرغيف ازاي ما شاء الله اهو. اللهم صل على النبي. بص كل حاجه سهله وبسيطه. وبعد ما اخلص معاكم الخبيز بصوا كان عندي شويه حبه نبت كده كنت منبتاهم ومفيش حاجه اعملها فطار. قوموا يلا نعمل فطار مع بعض. هطيبهم وهجيب فول وطعميه وهفلق طماطم وخيار. بصوا هامله الصينيه من مفيش. قوموا كده بس وما تكسليش، ولو وصلت معايا لحد هنا ما تنسيش اللايك والاشتراك عشان يوصلوك كل الفيديوهات يا حبايبي بتاعتي الجديده. ادي النبي اهوت ولعت عليه بصلايه وقرن شطه وليمونه وحبة ورق راولي كده وحوجيه وهيطلع معاكي زي العسل. وشايفين منظر يا حبايبي الفطار بعد ما عملته؟ لازما كده نقوم نلاقي اي حاجة ناكلها بعد ما خبزنا. شايفين يا حبايبي الاكل عامل ازاي ما شاء الله وكل حاجة بصوا ما خدتش معايا وقت. ما شاء الله لا قوة الا بالله. شايفين شكل النبت يا حبايبي بعد ما غرفته؟ مع السلامة يا حبايبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.